السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. النهاردة مدام هناء الفيديو بتاعها صراحة وجع قلبنا كلنا، كل اللي كان موجود قلبه وجعه، كلنا بكينا مع بكاء مدام هناء. البكاء ده طبعا ده كان في آخر الفيديو، يعني صراحة كلنا تأثرنا جامد جامد بكلام مدام هناء، كلنا زعلنا عليها. ايه اللي وصل الامور كده؟ ليه طيب؟ ليه مثلا مدام هناء يتعمل فيها كل ده؟ ليه تعمل الخير ده كله وفي الاخر يتقلب عليها شر كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الست قدمت الخير، الست كانت حاطة جوزها في عينيها، ليه كل ده يتقلب عليها؟ هي صراحة بتقول احنا قعدنا سنتين كويسين جدا، بعد ما سافروا البلد اللي راحوها دي ورجعوا الدنيا اتغيرت خالص خالص خالص، بقى انسان تاني. سبحانك يا رب. ففي ناس كمان داخلين يقولوا المدام هناء انت بتعملي كده عشان الترند، انت بتعملي كده عشان خاطر توصلي للمليون. طب يا جماعة، ما مدام هناء في مشاكل بقالها كتير، مش لسه النهاردة. مدام هناء بقالها كتير جدا في المشاكل دي. مدام هناء بتخش تعمل فيديوهات بس ما بتجيبش سيرته، بتعمل فيديوهات بتشرب الشاي مع حبايبها ومتابعينها، بتروح المولات، يعني بتعمل حاجات ملهاش دعوة بالقصص بتاعته خالص. بتعمل فيديوهات كتير، ايوه، وهي الست طلعت قالت بعمل فيديوهات كتير عشان اقدر اسد الدين. هي مدام هناء لو ما بتعملش فيديوهات هتعيش منين؟ هي ما بتاخدش معونة من الدولة، فلازم تعمل فيديوهات. وبعدين مدام هناء مش موظفة، فلازم تعمل فيديوهات من ناحية عشان تعيش، ومن ناحية عشان تسد القرض اللي واخداه ب20,000 جنيه، قصدي استغفر الله العظيم 20,000 استرليني. طب هتجيب ده كله منين يا جماعة؟ هتدفع منين؟ الناس اللي عمالة تعايب تقول هي هناء بتعمل في اليوم 10 فيديوهات، ما هي بتعمل الفيديوهات عشان ما تحتاجش لحد، عشان تسد الدين اللي عليها. ورغم الست طلعت قالت والكلام ده برضك ما فيش فايدة. هو كل دقيقة هي اما تيجي تاكل تعمل فيديوهات، هي اما تيجي تشرب تعمل فيديوهات؟ لا، انت لا تروح تمد ايدها للناس عشان تسد القرض. ده مش ده اللي انتوا عايزينه يعني؟ لا حول الله. مدام هناء بتقول ان هي مش بتاعت حوارات، ولا هي بتاعت ان هي عايزة تطلع فضايح. ما لو عايزة تطلع الفضايح دي كانت طلعتها من زمان. الست ساكتة، ما بتتكلمش، ما بتقولش اي حاجة، حتى في نفسها وساكتة. حتى ايام فرح بنتها بتقول كنت بتقطع تقطيع وبردك ساكتة عشان خاطر فرح بنتها كانت زعلانة، بتقول لها يا ماما انا زهقت من المشاكل دي، انا هتجوز مرة واحدة. حتى مدام هناء قالت للدكتورة رباب ما تتكلميش يا رباب، انا بنتي عايزة تفرح، بنتي بتتجوز. طب الست تعمل ايه؟ الست ما بدأتش، الاستاذ عادي هو اللي بدأ، هو اللي طلع الفضايح ويقول لها التاريخ الاسود والتاريخ مش عارفه ايه والصندوق الاسود، وهطلع اقول كل حاجه، وهطلع اخلي اهلك ما يبصوش في وش بعض، كلام غريب ما يحصلش. يعني اللي اعرفه ان الستات هي اللي بتقعد تحكي في الكلام ده. الستات بتحب اللت والعجن والكلام في المواضيع دي، لكن الرجاله انها تطلع تحكي، والرجاله تطلع تحكي اسرار كانت الست بتاعتك مستأمناك عليها، يعني حاجه غريبه قوي. وبعدين هتطلع تحكي تقول ايه؟ فلانه كانت زعلانه من اخوها، ولا اخوها خد منها، ولا اخته خدت منه. ما هو ده الكلام اللي بيبقى اللي بين الاخوات وبعضها. هي الاخوات بيزعلوا من بعض على ايه؟ ما هي كلها حاجات هايفه. هي دي بقى اسرار. وحتى لو في سر، مراتك امنتك على سر وانفصلتوا، تطلع تقوله، تطلع تفضحها. الصراحة حاجة غريبة، الواحد بيسمع حاجات غريبة. يعني الراجل مفروض يبقى راجل مهما يسمع ومهما يعرف، وحتى مراته مهما تطلع تحكي وتقول، دي في الأول وفي الآخر واحدة ست.
حتى الناس دايما تقول الستات دي بتحب الرغي، لكن انت راجل طالع تهدد وتقول انا لو قلت مش عارفه مش هتبصوا في وش بعض. طب ايه يعني مثلا مدام هناء زعلانه مع اختها، ايه المشكله يعني؟ ما الاخوات بيزعلوا مع بعض ويتصالحوا. بعدين مدام هناء زعلانه برضك، بتقول يعني الناس اللي هي اكلت معاهم عيش وملح، الناس اللي كانت قاعده معاهم هناك يعني اهله، هي بتقول صراحه اهله كويسين، كانوا بيعاملوها معامله كويسه وما كانوش بيعاملوها وحش خالص. يعني لدرجه ان هي بتقول انا كانت بتحب العيال جدا، لدرجه ما كانت هي في فرنسا هي ورضا كانت تتصل بالاولاد، ما فيش حد جاب لكم اكل النهارده، ما فيش حد عمل معاكم، ما فيش حد سال، ما فيش تقول لهم لا ما فيش حد بيسال، ما فيش حد جه. فده كان بتقول لك كنت بتقطع عليهم زي امهم بالظبط. بتقول لكن هي لما بتكون موجوده هناك بتقول كلهم بيبقوا موجودين صراحه، كلهم بيبقوا جايين يخدموا مرات اخوهم، يعني بيخدموها بجد يعني وكويسين معاها. بعد ما بتمشي خلاص عمتهم ليلى بتروح تزورهم كويسه معاهم، عمتهم دي بتروح بس مش كل يوم، يعني مش كل يوم زي ما مدام هناء كانت بتبقى موجوده. فمدام هناء برضك زعلانه، بتقول طب يعني طب ما فيش حد منهم يقول له عيب اللي انت بتعمله ده؟ وبتقول هم كلهم لهم كلمة عليه، خصوصا اخته الكبيرة. اخته الكبيرة بتلطشه، اخته الكبيرة لها كلمة عليه، اعمل كذا وما تعملش كذا وعيب اللي انت بتعمله ده. وحتى مامته لما كانت مدام هناء تشتكي لها تقول لها حصل كذا كانت بتزعل معاه. يعني كلهم لهم كلمة عليه، ازاي ما يوقفوش مع مدام هناء؟ صاحب بقت طليقته، المفروض بس حتى لو مش هيقفوا مع مدام هناء يقولوا له ما يصحش ان انت الفضايح اللي انت طالع تقولها دي مهما كانت ست كانت مراتك، عيب ما يصحش تقول الكلام ده. وبعدين ده انتوا في بلد ارياف، ده هناك الارياف الخبر صغير قد كده بينتشر ما شاء الله، ما فيش حاجه بتستخبى، انتوا في بلد ارياف، فعيب الكلام ده، ما يصحش ان انت تطلع فضايح حتى لو مش فضايح. يعني حتى لو كلام عادي تتكلم تقول ده هي قالت لي على اهلها كذا، ده هي عملت كذا، ده هي سوت كذا. حتى الشقه اللي مدام هناء ما كانتش قايله عليها انت طلعت قلتها، اسرار مدام هناء كانت قايله لك عليها انت برضك طلعت قلتها، حاجات ما كانش حد يعرفها انت طلعت قلتها، حاجات بتقول كنت بقولها له لدرجه انها كانت فاكره ان تليفونها متهكر. في حاجات كانت بتحصل ما فيش حد في البيت غيرك انت وهي وتقولها لك، تطلع بعد كده تلاقيها بتوع السعوديه بيقولوا لها ده فلانه الفلانيه بتاعت اسبانيا قالت لنا كذا كذا كذا. طب مش عايزين الست تتجنن يا جماعه؟ يعني انا بقول لجوزي كلام سر، ابص الاقيه راح اسبانيا ومن اسبانيا للسعوديه، ده يرضي مين يعني؟ الله يكون في عونك يا مدام هناء. مدام هناء اللي مزعلها قوي كمان ان محدش من اهله قال له عيب اللي انت بتعمله ده، عيب تطلع على الست دي اللي ما شفناش منها اي حاجه وحشه، الست اللي كانت واقفه معاك واقفه يعني، ازاي تطلع عليها وتقول وتبهدلها وتقول الكلام ده؟ حتى كمان بتحكي بتقول لا، حتى بنته لما عملت لي بلوك لما اتطلقت من باباها ورجعت تاني، لما رجعت له فكت البلوك وبعدين رجعت تاني عملت لي بلوك، هو طلع يقول عادي، ما حدش من عمتها ولا خالاتها ولا حد قال لها عيب يا بنت اللي انت بتعملي ده. يا مدام هناء هم اصلا موافقين على حكايه انها تعمل لك بلوك، مش البت ما سمعتش كلامهم او عملت من وراهم، لا هم اصلا موافقين ان البنت تعمل لكم بلوك، فمش هيروحوا يعاتبوا البنت ويقولوا لها ليه بتعملي لها بلوك، لا. فعشان كده طلع لك قال لك عادي، عشان هم موافقين اصلا ان البنت تعمل بلوك ليكي. حتى انت يا مدام هناء بتقولي شوف الفرق بين عياله وعيالها، ان بنتها لما مدام هناء مشيته من البيت بنتها وقفت فتحت الستاره وبصت عليه وهو ماشي، بتقول لك بكت بكى ياسمين، يعني بكت بكى عليه وهو ماشي، لانها بتصون العشره، صاينه العشره. فشوف بقى الفرق بين ياسمين وبين ولاده، ان دي بنته عملت لها بلوك رغم كل الخير اللي هم عايشين فيه من مدام هناء.
كل الخير اللي عايشين فيه بسبب مدام هناء. وشوف بقى بنت مدام هناء بكت ازاي وزعلت وحزنت عليه وهو ماشي، عشان صاينه العشره. حتى مدام هناء بتقول لما بتحكي لاخواتها على المشكله اللي حصلت بينهم وبين بعض وتقول لهم ان هي مشيته، كل اخواتها حتى الاستاذ محمد كل اخواتها قالوا لها عيب، ما يصحش اللي انت عملتيه معاه ده، انت غلطانه، ما كانش المفروض تعملي كذا. عشان كده هي رجعت اتصلت بيه وتأسفت له واعتذرت له. بتقارن بقى مدام هناء بتقول شوفي اخواتي انا عملوا معايا ايه وقالوا لي عيب، ما كانش مفروض تعملي كده، وشوف اخواته هم شايفينه طالع مقطع فيا، مفيش حد قال له عيب اللي بتعمله ده، مع ان هو بيسمع كلام اخواته. مدام هناء بتقول انتوا دلوقتي كلكم مستغربين انا عايزه اتطلق ليه، مش عشان انا راجل اروح اتجوز، لا، عشان هي دلوقتي ما بقاش يشرفها ان هي يبقى اسمها مكتوب على اسم واحد حاطط ايده في ايد الشراشيح. يعني هي ما بقاش يشرفها دلوقتي ان اسمها يبقى جنب اسم او زوجة فلان الفلاني اللي هو حاطط ايده في ايد الشراشيح. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف انت وصلت مدام هناء لايه، اللي كانت حاطه تاج فوق راسها. يعني مدام هناء كانت حاطه تاج فوق راسها، شوف انت وصلتها لدرجة ان هي ما بقتش قادرة حتى تتحمل ان اسمك يبقى جنب اسمها. حتى موضوع الشقة اللي هي عاملاه مشروع بعد عمر طويل ليها يبقى مشروع لبناتها او رزق لبناتها، انت طلعت اتكلمت فيه. حتى بتقول ان انت كنت عايزها كمان تكتب لك الشقة باسمك بس البنك اللي رفض. طب في حد في الدنيا بيعمل كده؟ في حد في الدنيا بيعمل كده؟ ده غير كده ايه، مدام هناء يعني الست غصب عنها طلعت بكت. بتقول حتى القناة كان في حاجة محدش يعرفها غيرها، حتى القناة محدش كان يعرف في حاجة غيره هو، لقيت فيها حاجات متلخبطة. حتى القناة كنت عايز تأذيها فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الواحد يقول إيه يا جماعة؟ الواحد الدرجة دي ما يأمنش لحد. مدام هناء كانت مأمناله، يعني مدام هناء كانت مأمناله جدا جدا على كل حاجة. قعداه ما شاء الله في بيت طويل عريض زي ما هي ما بتقول، 6 اوض، قاعد واخد راحته في قلب البيت اكنه بيته ملكه، اكنه ملكه بالظبط. فاستغفر الله العظيم، يعني ما فيش امان للدرجه دي. يعني انا اشهد لك صوابع ال10 شمع، اقيد لك انت واهلك، اقيد لك صوابعنا ال10 شمع انا وعيالي، ويكون ده جزاتي في الاخر. مدام هناء بتقول لو قلت لكم هو واخد كام $1000، كام ألف استرليني على القنوات بتاعتها، على الفيديوهات اللي اتعملت، واخد كتير جدا. بتقول انتوا مش هتصدقوا، هتقولوا هو مين يعني عشان ياخد كل الفلوس دي كلها. يعني الست وقفت معاك وقفة ما فيش حد بيقفها، ورغم كده جزائها في الاخر انك ترحب بالشراشيح اللي بيتكلموا في عرض مدام هناء، وكانوا بيتكلموا في عرضك بس دلوقتي بقى اخواتك. الواحد مش عارف يقول ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل. وربنا يحفظك يا رب يا مدام هناء، ويرجع لك حقك قريب عن قريب بإذن الله. وإن شاء الله كل حبايبك معاكي، كلنا معاكي يا مدام هناء، ان شاء الله خير باذن الله. يلا يا بنات، عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.